النهارده بقى هنعمل الايس كريم بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص، ولا هنحتاج مش هنحتاج حليب مكثف، ولا هنحتاج ولا نشا، ولا كل الطرق اللي انتوا بتشوفوها ديت على اليوتيوب. الطريقه دي النهارده سهله جدا وهتبقى بسيطه، وممكن تعمليها وتعبيها في برطمانات وتخليها في التلاجة، تطلعي تعملي منها على طول، او زي ما تحبي تعمليها في ساعتها. هنا معايا كوبايه من الكريم شانتيه، المج الشاي العادي، ومعايا 6 معالق سكر بودر. لازم السكر يبقى بودر. السكر ده بتاعك انت زي ما تحبي، عايزاه مسكر، عايزاه مش مسكر، ده حسب ما انت تحبي. ومعايا معلقتين كبار من اللبن البودر، ومعايا معلقتين من الكاكاو الخام الاسباني. وهنا معايا المانجا، هنعمل مانجا وهنعمل فانيليا اوريو وهنعمل شوكولاته. ومعايا كوبايه لبن حليب ساقع لازم يكون مثلج. ومعايا البسكوت اللي احنا بعد ما نخلص الايس كريم هنحطه فيه او هنحطه في بولات. والبسكوت ده بتجيبيه جاهز، بيتباع عند منتجات فريش وعند السوبر ماركت، في اماكن كتير. يلا بينا نبدا الوصفه. هنا معايا الكوبايه الكريم شانتيه، وبعد كده هنزل عليها بالمعلقتين اللبن بودر. لبن بودر ده لازم ضروري تحطيه، لانه بيخلي الايس كريم ليه طعم حلو كده ولذيذ، فلازم من اللبن البودر. وبعد كده هنزل بالسكر، والسكر زي ما قلت لك زي ما تحبي، لازم يكون سكر مطحون. وهنا هنزل بكوبايه الحليب الساقع. هنا حسيت ان اللبن ما كانش ساقع معايا قوي، فجبت تلج مجروش ونزلت بيه عليه. لازم الحليب يبقى ساقع جدا عشان يديكي نتيجه حلوه. هنا بقى معايا الهاند بلندر بالمضرب اللي هو السلك، لو ما عندكيش اعمليه في الخلاط او اعمليه في الكبه او بالمضرب اليدوي، بس المضرب اليدوي هيتعب ايديكي شويه. هنا بقى بدات هضربه كده، هنضرب الكريم شانتيه لغايه ما يديني القوام اللي احنا هتشوفوه دلوقتي. خلاص لازم يديك القوام اللي هو يعني عارف انت عامل معاكي بوس كده، هو دوت القوام الحلو اللي احنا عايزينه. دوت بقى دي كوبايه الايس الكريم شانتيه. بصوا عملت معايا كميه قد ايه. هاخد منها جزء جزء عشان اعمله، عشان هنعمل الفانيليا والاوريو، وبعد كده هنعمل المانجا، وبعد كده هعمل بالشوكولاته. هنا خدت الحبه الاولانيين، هحط عليهم ظرف من الفانيليا. الفانيليا بتديله طعم حلو. مش عايزه تحطي برضو براحتك، هو اصلا الكريم شانتيه حلو، بس لازم يكون كريم شانتيه خام. لو انت عايزه مش عندك كريم شانتيه خام، هاتي كريم شانتيه اللي هو المحلى، ما تحطيش عليه سكر بقى، هو بيبقى جاي مسكر. خلاص كده بقى معايا كيسين من الاوريو، هبدا اكسرهم. هكسرهم كده بالشكل ده كده، وبعد كده هنزل بيهم على الايس كريم. يبقى كده احنا عملنا معانا ايس كريم فانيليا بالاوريو اهوت. هتيجي بقى تاكليه هتلاقي فيه القطع بتاعه الاوريو، بيبقى طعمه حلو قوي بعد ما بيسقع. هنا بقى الوصفه التانية هنعمله بالشوكولاته. حطيت معلقتين مش كبار من الكاكاو الخام الاسباني عشان يبقى طعمه حلو. لو ما عندكيش كاكاو خام، ممكن تحطي شوكولاته اللي هي بتاعه المطبخ، سيحيها في الميكروويف وبعد كده انزلي بيها، بس ما تنزليش بقى سخنه، سيبيها تبرد، تبقى بارده تماما، تنزلي بيها على الكريم شانتيه. يبقى هنا معانا الايس كريم الشوكولاته خلص كده. برضو حطيته في علبه، اي علبه عندك، وتخبطي كده كويس عشان ما تبقاش فيه فراغات. هنا بقى معانا النوع الثالث اللي هو المانجا. معايا مانجايه مقطعاها وحطها في الفريزر، برضو لازم تكون ساقعه متلجه، انا حطاها من قبلها بيوم. لو ممكن تضربيها الاول بالهاند بلندر، او ممكن تنزلي بيها وتضربيها مع الكريم شانتيه زي ما انا عملت كده، عادي زي ما تحبي. هنا كده بقى نديها ضربتين كده بالهاند بلندر. لو انت بقى انا هنا اللون كان عاجبني، يعني لون المانجا كان حلو. لو انت عايزه تخليها لونها اصفر قوي زي بتاعه المحلات، في عند العطار لون مانجا، قولي له لون مانجا عامل زي القطاره كده، زي الحاجات اللي هي الطعام، يعني اللي هو الاكل الطعام الصحي. ايوه.
مش لازم يعني تبقى صفرة قوي، لو انت حابه تبقى صفرة قوي هاتي لون طعام زي ما انا قلت لك، مانجا من عند العطار. خلاص كده معايا. لازم تدخليه التلاجة من 6 ساعات ل 12 ساعة، ونصيحة مني سيبيه ليلة كاملة، يعني اعمليه بالليل وطلعيه الصبح، بيطلع معاكي حلو عشان ما يبقاش طري. هنا سيبته ليلة كاملة. بصوا بقى الايس كريم، بس انا ما كانش عندي معلش بقى، المعلقه بتاعه الايس كريم مش كانت موجوده عندي. الافضل يكون عندك معلقه الايس كريم بتطلعه معاكي حلو جدا وتديكي الشكل اللي زي اللي عند الراجل بالظبط، انما لو هتعمليه بمعلقه عاديه هيديكي الشكل اللي انا عملته ده. انا نسيت خالص ان انا اشتريها يعني، بعد ما بدات الفيديو افتكرت ان هي مش موجوده. هنا بقى بصوا، بس انا بقى طبعا ولادي ما صبروش عليه، الصبح فتحوا وطلعوا كلوا منه، هو فعلا حلو جدا يستاهل التجربه. هنا الفانيليا والاوريو، وهنا الشوكولاته، بصوا سقع بقى جامد قوي، وهنا المانجا اهي. خلاص بقى كده، يلا بقى نقدمه كده في البسكوت او في البولات زي ما انا قلت لك. بص بقى هنا زي ما قلت لك بالمعلقه بيطلع بيكسر منك شويه، انما بالمعلقه بتاعه الايس كريم بتتحط في ميه سخنه الاول وبعد كده بتبداي تسحبي بيها، فبيطلع معاكي كور كده وشكله حلو. هنا بقى معانا الشوكولاته. كده الفيديو خلص، يا رب يعجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه، فعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.